في مسألة أساسية لابد إنها تكون واضحة. هل القانون في مصر يطبق على الجميع؟ دي مسألة مهمة جدا علشان نشوف احنا واقفين في أي نقطة. بمعنى إذا اتكلمنا في قضية الشهيدة شيماء وقضايا أخرى، احنا في نفس الوقت اللي بتقابل فيه هذه المسيرات أو المظاهرات بمنتهى العنف، احنا بنشوف في نفس التوقيت بقى رجال وزارة الداخلية بيقوموا بمظاهرات وبيقطعوا طرق، وده حصل في المنيا الفترة اللي فاتت، وحصل في المقطم من شهر تقريبا. أفراد وأمناء وضباط الشرطة يقطعوا طريق عام معايا في مظاهرة وليهم مطالب وليهم كذا كذا. هل الناس دي تم التحقيق معاهم؟ التحقيق مش قتلهم، يعني هل تم التحقيق معاهم؟ هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. هل احنا عايشين في بلد قانون؟ هل دي البلد اللي شباب وضباط وكذا وكذا كانوا ماتوا عشانها علشان نعيش عهد افضل ونعيش ظروف افضل؟ هل اسمحوا لي استخدم لفظ عامي جدا، يعني هل احنا عايشين في بلد خيار وفقوس؟ يعني الشرطه نفسها في المنيا اهو الفتره اللي فاتت عملوا مظاهرات وقطعوا الطريق وكان ليهم مطالب. امين شرطه زميله عمل كارثه فاتقبض عليه، خرجوا امراء شرطه قفلوا الاسم بالجنازير. هل تم التحقيق في ده؟ يعني هل تم التحقيق؟ مجرد التحقيق، يعني هل تم التحقيق في ده؟ هل في قانون في البلد؟ يعني هي السؤال اللي دايما انا بساله لنفسي مش الاخرين. يعني هل احنا عايشين في بلد فيها قانون؟ اذا كان المظاهره هي نفس المظاهره ويمكن اقل، ده 30 حد شايلين ظهور، وفي نفس الوقت في ناس بتخرج من جهاز الشرطه يقطعوا طريق عام وليهم مطالب وليهم كذا. ليه يا جماعه؟ المساله يعني لازم اعاده النظر فيها. انت عندك لواء يصدر قرار بنقل ضابط شرطه في اسم المقطم فوق، فالقرار ده ما يعجبش الامناء، يروحوا خارجين قافلين الاسم بالجنازير، يضطر اللواء يتراجع في قراره. وزاره الداخليه نفسها في حد ذاتها عندهم ازمه كبرى، يعني وزاره الداخليه عندهم ازمه كبرى هم اللي لازم يبصوا لها بالاساس. احنا اللي احنا بنقوله هل في قانون بيحكمنا جميعا؟ هو ده السؤال اللي انا هفضل طرحه الى ان نرى اشياء اخرى.